السلام عليكم ورحمة الله من الفضائية الإريترية. نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. تقييم عمل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. افتتاح المهرجان السنوي للإريتريين في قطر. رش المبيدات لمكافحة الملاريا في عرزة. باماكو تستدعي السفير الجزائري احتجاجا على ما اعتبرته تدخلا. إطلاق سراح حليف مادورو مقابل 10 أمريكيين صفقة تبادل سجناء. وروسيا تستبعد إجراء محادثات وشيكة مع أوكرانيا. أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية خلال تقييمها السنوي يومي 18 و19 من ديسمبر أنها حققت تقدما جيدا في تنمية الموارد البشرية. وأوضح المدير العام للإدارة والمالية السيد مهاكي داني تنظيم دورة تدريبية بالتعاون مع مركز الكفاءة المؤسسية في إمباتكالو، وأثمرت للتدريب 213 عضوا في الإدارة والممتلكات ومراقبة أوضاع العمل. كما تم تدريب 1099 مواطنا من بينهم 563 امرأة في مجالات البناء وقيادة السيارات والغزل والخياطة في مركزي كعلاي وبيت قرقيش للتدريب وشركة السجن ومركز تدريب دبعات، بالإضافة إلى توزيع أكشاك يخدم 6 أشخاص وعربات الكارو على 1387 شخصا. وذكر المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية السيد محرتاب في الساهية صرف أكثر من 176.5 مليون نقفة لعوائل الشهداء وتقديم نحو 12 مليون نقفة مقدمة من الشعب في الداخل والخارج على أسر الشهداء الفقيرة. بالإضافة إلى ذلك تم إنفاق أكثر من 50.7 مليون نقفة على خدمة المعاقين الذين ترعاهم الوزارة، وأكثر من 3.2 مليون نقفة للأيتام وغيرهم من المحتاجين. وقال المدير العام لقسم العمل السيد أليسا أنه تم القيام بعمل مشجع في السيطرة على أوضاع العمل، لكن ذلك ركز على قطاعات محدودة وسيتم تحسينه في المستقبل. وأشارت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤي القبراء في ملاحظاتها الختامية بالعمل المنجز، وقدمت التوجيهات لسد المفاجآت وتوسيع نطاق الإدارة التي ترتكز على النتائج. أجرت إدارة إقليم عنسبة تقييما لأنشطتها لهذا العام يومي 18 و19 من ديسمبر في كرن. وفي التقرير الخاص بالتعليم أفاد التقييم ارتقاء 13 مدرسة وازدياد معدل المشاركة في التعليم بنسبة 12% بشكل عام، ولا تزال هنالك حاجة إلى بذل جهود متضافرة لتحقيق الكفاءة المطلوبة. وأشار التقرير إلى التخطيط لبناء 11 سدا في 8 مديريات انجز منه 5 سدود والباقي قيد التنفيذ. وحول برامج التنمية المنفذة بالنفير الشعبي فقد تم تنفيذ أعمال الحفاظ على المياه والتربة على مساحة 15,000 هكتار من الأراضي الزراعية، أي 84% من المستهدف، وإصلاح أكثر من 4,600 هكتار من مساقط المياه. وذكر التقرير أن معدل الإصابة بالتراكم وصل الآن إلى مستوى القضاء عليه في 8 مديريات كانت موجودة فيها، مضيفا أن أول العمليات الجراحية التي جرت لأول مرة خارج مستشفى كرن في مديرية أصمات لإزالة المياه البيضاء في العيون ل 135 مواطنا كانت ناجحة. من ناحية أخرى أوضح تقرير الشرطة ازدياد الجريمة بنسبة 11.3% والمخالفات بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى نظر الشرطة في القضايا التي كانت تنظر فيها المحاكم الأهلية. وطالب المشاركون بعد النقاشات التي جرت بإيلاء اهتمام خاص لظاهرة بيع الأراضي وبناء المنازل غير القانونية وإنشاء مخازن لبذور البطاطا المحسنة
على مستوى الإقليم وحل عدم تحصيل فاتورة الكهرباء في المديريات لأنها تتراكم على المستهلك، والاهتمام لحل مشكلة المواصلات. وفي كلمته الختامية قال حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى أن التقييم سيساعد على فهم وجهة العمل وتوازنه، وذكر جميع الجهات المعنية باتخاذ الاستعدادات المبكرة لتكثيف أنشطة الحفاظ على المياه والتربة الفاعلة المنفذة في العام 2023 في المستقبل. افتتح يوم أمس الأربعاء 20 من ديسمبر مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سائق مهرجان الإريتريين المقيمين في قطر بالمركز الثقافي الإريتري بالدوحة. حضر الحفل ضيوف من المسؤولين الحكوميين القطريين وسفراء الدول الأخرى بالإضافة إلى عدد من أبناء الجالية الإريترية. وسيستمر التجمع الوطني السنوي حتى 24 من ديسمبر بفعاليات مختلفة مثل عرض المواد الثقافية وندوة حول الوضع الحالي في البلاد وأداء الفرقة سبريت الثقافية في إريتريا. أفاد مكتب الصحة في مديرية عرز القيام برش المبيدات الحشرية في المديرية للحد من الإصابة بمرض الملاريا الناجم عن هطول الأمطار في غير وقتها. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية الممرض زرقوم زومي أن 40 معدات رش شاركت في الحملة التي نفذت في 18 قرية في ضاحيتي عبول ومايدمة في الفترة من 25 من نوفمبر إلى 15 من ديسمبر. وذكر أنه يمكن السيطرة على المرض الملاريا من خلال أنشطة النظافة البيئية المنتظمة، لكن العدوى انتشرت بسبب الإهمال. وأوضح وكيل الصحة العامة الشاب اعتزاز عندهم أنهم يقومون بحملات واسعة لرفع مستوى الوعي العام حول الوقاية من الأمراض، مشيرا إلى أن الأمطار التي هطلت في غير وقتها ساهمت في تكاثر البعوض وازدياد الإصابة بالملاريا. من جانبهم أعرب سكان القرى عن تقديرهم للحملة وأكدوا على المساهمة في جهود الوقاية من الإصابة بمرض الملاريا. ويعد مناخ المنخفضات في مايدمة وعبل من بين المناطق الأكثر تضررا في الإقليم الجنوبي من مرض الملاريا. ناقشت الجاليات الإريترية في سويسرا وبلجيكا تعزيز وحدتها وزيادة مساهمتها في البرامج الوطنية. والتقى مسؤول الشؤون التنفيذية بالسفارة الإريترية في سويسرا السيد هبتوم زراي بحوالي 100 من أفراد الجالية في جنيف في 18 من ديسمبر. من جانبه قدم مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية السيد تولي يوهنس عرضا حول أوضاع البلاد الحالي في ضوء الوضع الحالي في العالم والمنطقة. وذكر المجتمع الإريتري بالعمل على تعزيز المشاركة الفاعلة للأعضاء من خلال تعزيز قيم التكامل والدعم. وفي الوقت نفسه انتخبت الجالية الإريترية في بلجيكا لجنة تنفيذية لمدة عامين في اجتماعها في 10 من ديسمبر. وفي المؤتمر الذي حضره نحو 200 مندوب هنأ رئيس الجالية المنظمة السياس كيداني نجاح الأنشطة التحضيرية المكثفة التي تجرى منذ يوليو 2022 لتعزيز الجالية الإريترية في بلجيكا. ومن جانبها أكد السكرتير الأول للسفارة الإريترية في بلجيكا سيد ميكيل تسفاي على أهمية وجود مجتمع قوي ومتحضر. وفي أنشطة الدبلوماسية العامة الأخرى عقد الفرع النرويجي للمرأة الإريترية مؤتمرا في 9 من ديسمبر تحت شعار إنجازات بطولية بصفوف متماسكة. وبعد تقييم الأنشطة ومناقشة الخطوط المستقبلية تم انتخاب اللجنة التنفيذية للفرع. وفي الختام جددنا المشاركات التزامهم بتعزيز تنظيمهم وتنفيذ المهام المرحلية بكل تفان وإخلاص. عقد اجتماع للمساعدة في تطوير الخدمات السياحية في مديرية الدخولة يوم 12 من ديسمبر. وأوضح مسؤول المكتب السياحة في المديرية سيد موراط بياني أن تقديم خدمات عالية الجودة وعادلة للعملاء هو عامل الجذب الرئيسي ومصدر الدخل. وأشاد بالأنشطة الجيدة المنفذة في النظافة وحسن الضيافة والأخلاق وغيرها من المجالات، وحث المؤسسات الأخرى على أن تحذو حذوهم. وذكر مسؤول قسم السياحة بالإنابة في الإقليم الجنوبي السيد يوهنس أسقودوم لتقوية أعمال رفع الكفاءة والجودة في المرافق الخدمية السياحية.
وحث المشاركون بدورهم على الحفاظ على الموارد السياحة المحلية بشكل صحيح والنظر في الأنشطة المدرة للدخل. وأكد مسؤول الإدارة والمالية في مديرية الدخل السيد تيدروس واللاهيمانوت أن إدارة المديرية تتعاون مع مقدمي الخدمات السياحية لتعزيز جهودهم لضمان جودة وكفاءة الخدمات. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. وزارة الخارجية في مالي أنها استدعت سفير الجزائر احتجاجا على أفعال غير ودية من جانب بلاده وتدخلها في الشؤون الداخلية لمالي. وتأخذ بوماكو على الجزائر خصوصا عقدها اجتماعات مع الانفصاليين الطوارئ من دون إشراك السلطات المالية. وأكدت الوزارة في بيان بأن بوماكو استدعت السفير الجزائري لإبلاغه احتجاجا شديدا من جانب السلطات المالية على خلفية الأعمال غير الودية والأخيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية تحت غطاء عملية السلام في مالي. وحذر البيان من شأن هذه الأفعال أن تفسد العلاقات الجيدة التي تربط بين مالي وجارتها الشمالية. وتستضيف الجزائر حاليا قادة عدد من جماعات الطوارئ الانفصالية وفقا لهذه الحركات. توصلت الولايات المتحدة وفنزويلا إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن 10 سجناء أمريكيين مقابل الإفراج عن أحد المقربين من الرئيس نيكولاس مادورو على ما قال مسؤولون أمريكيون. وأكد الرئيس جو بايدن في بيان أن الأمريكيين ال10 عائدون إلى الديار. وكان مسؤولون أمريكيون قالوا في وقت سابق أن واشنطن ستفرج عن رجل الأعمال أليكس صعب المتهم بغسل أموال لصالح مادورو. وتمثل الصفقة أجرا محاولة للحكومة الأمريكية لتحسين العلاقات مع الدولة الرئيسية المنتجة للنفط وانتزاع تنازلات من الزعيم الاشتراكي. ويأتي أكبر إطلاق سراح لسجناء أمريكيين في تاريخ فنزويلا بعد أسابيع من موافقة إدارة بايدن على تعليق بعض العقوبات بعد التزام مادورو وفصيل معارض بالعمل على توفير ظروف حرة وعادلة للانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024. قال الكريملين أنه لا يوجد حاليا أساس لمحادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا نظرا لعدم توفر أي من الشروط المسبقة لإجرائها، في حين دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي لمحاولة زعزعة استقرار البلاد. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن أوكرانيا انسحبت من عملية التفاوض في العام 2022 بناء على إصرار من بريطانيا، مما حال دون إجراء مفاوضات مع روسيا. من جهته دعا الرئيس الروسي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ردا على الأجهزة الخاصة الأجنبية التي يراها تسعى للنيل من استقرار بلاده عبر دعم كييف. وأعلن بوتين في كلمته عبر الفيديو بمناسبة اليوم الخاص بعناصر أجهزة الأمن أن أوكرانيا تستند إلى دعم مباشر من الأجهزة الخاصة الأجنبية من خلال وسائل إرهابية، مما يجعله عملا إرهابيا دوليا. غطى الضباب الدخاني الكثيف عاصمة مقدونيا الشمالية سكوبي، أحد أكثر المدن تلوثا في العالم. وكانت جودة الهواء في المدينة سيئة للغاية وفقا لأداة عبر الإنترنت تديرها وكالة البيئة الأوروبية. أحد العوامل المساهمة في تلوث الهواء في مقدونيا الشمالية ومنطقة البلقان هو نظام الطاقة، حيث لا يزال الفحم يوفر 40% من الطاقة في البلاد وفقا للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. وتأخرت خطط الإقلاع عن الفحم في العام 2021 عندما واجهت أوروبا أزمة طاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، واضطرت سكوبي إلى إعادة فتح محطة سلومي لتوليد الكهرباء الخاملة التي تعمل بالفحم لخفض واردات الكهرباء.
تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. تقييم عمل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. افتتاح المهرجان السنوي للإريتريين في قطر. رش المبيدات لمكافحة الملاريا في عرزة. باماكو تستدعي السفير الجزائري احتجاجا على ما اعتبرته تدخلا. إطلاق سراح حليف مادورو مقابل 10 أمريكيين في صفقة تبادل سجناء. وروسيا تستبعد إجراء محادثات وشيكة مع أوكرانيا. وصلنا إلى نهاية النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.